الحكاية ابتدت لما كانت طفلة صغيرة، لما ما كانش في راجل قدامها غيره. بدأت لما حبت بقلب بريء، حبت الطفل اللي شبهها، اللي زيها، اللي المفروض ان حبه كان بريء ليها، اللي افتكرته انه هيبقى في يوم من الايام سند وظهر ليها. كبرت الحكاية وكبرت القصة، بس ما كانش زي ما هي متخيلة، وما كانش الطفل اللي هي حبته وهو صغير، وما كانش السند اللي حلمت بيه، وما كانش الظهر اللي سندها. هو ما كانش اي حاجة، وبقت هي كل حاجة. بقت هي اللي بتسأل، وهي اللي بتهتم، وهي اللي بتخاف، وهي اللي بتدفع، وهي اللي بتشيل مسؤولية، وهي اللي بتتصدر في المواقف الصعبة اللي تخصها وتخصه. بقت هي كل حاجة. طب تعمل ايه؟ كملت. عدى سنة، في 2، في التانية، في التالتة، في الرابعة، في الخامسة، في الستة. بدأت تقدم تضحيات، بدأت تقدم تنازلات، بدأت تعمل كل اللي هو عاوزه، بدأت تقف جنبه، لحد ما جه في يوم وقالت له انا متقدم لي عريس. قال لها مع السلامة. قال لها في رعاية الله. قال انت تستاهلي حد احسن مني. بعد كل السنين دي قال لها انت تستاهلي حد احسن مني، انا مش مناسب. هو ما عرفش ان هو مناسب غير بعد ما عدت السنين دي كلها. قال لها اصل انت مش بتاعت مسؤولية، اصل انت ما ينفعش اكمل، انت اللي هتبقي في بيتي ام عيالي، تحافظ وتصون بيتي. بعد كل ده طلع ندل، لا وندل قوي كمان. انت هتتصرفي بقى ازاي؟ هتتصرفي ازاي؟ هتنجحي، هتشتغلي، هتثبتي نفسك، هتعرفي ناس جديدة، عشان انت مش هتقعي. وهو مش اخر راجل في الدنيا، والله ما اخر راجل في الدنيا، وهو ما يستاهلش. هتقولي انا ضيعت عليه سنيني وضيعت عليه وقتي، كان بمزاجك. وهرجع واقولك ربك بيعوض، بيعوض في شغل، بيعوض في صحاب، بيعوض في فلوس، وبيعوض في حبايب، وبيعوض في سند، وبيعوض في ظهر، وبيعوض في كل ما تشتهيه النفس. هتنجحي. انا عايزه انتقم منه، انا لازم لا، انت مش هتنتقمي منه غير بنجاحك، بان هو يشوفك ناجحه، بان هو يشوفك فوق الكل، قدرت تثبت نفسها. اما بالنسبه للعريس اللي جايلك، فما تضيعيش الفرصه. مش كلهم زي بعض، ومش كلهم وحشين. زي ما في هنا حلو في هنا حلو، وزي ما في هنا وحش في هنا وحش. ما تضيعيش الفرصه، جربي وعيشي، عيشي سنك. بلاش تقفلي على نفسك وتكتئبي وتعيطي وتقرفي صحابك وتقرفي اهلك وما تاكليش عشان ذكر. ما يتذكرش ذكر عشان راجل، اما يتذكرش راجل برضو عشان واحد. ما تعمليش كده، انت تستاهلي. لو اتفرجت على القصة للاخر تابعني على الانستجرام، انا هحكي كل فيديو قصة جديدة، وهناخد قصصكم ونعرضها ونقول لكم كمان تعملوا ايه.